كمية كومنتات على الفيديو اللي فات: أنت أهلاوي محترم. يا صديقي إيه دخّل الاحترام في إن أنا قُلت رأيي في كرة القدم، والّا عشان أنا قُلت رأيي يناسب هواك أنت؟ وأنا متأكد وعارف إن أنا لو الفيديو اللي جاي قُلت كلام مش على هواك هتشتمني، وهتلغي كلمة محترم دي. فهي النقطة ما بتتقاسش كده، النقطة بتتقاس إن أنا شايف وجهة نظري في الماتش اللي فات بتاع الزمالك وبيراميدز، إن الزمالك يستحق يكسب. مش معنى كده إن أنا مش شايف إن الكورة ديّة offside، إن الجون اللي دخّله الزمالك offside، أنا شايفها من وجهة نظري offside، ولكن مش معنى كده إن أنا هابخس بحق الزمالك إن هو يكسب. الزمالك كان يستحق إن هو يكسب الماتش ده، فبالتالي مش عشان أنا قُلت إن الزمالك يستحق يكسب في الفيديو اللي فات أبقى أنا محترم، ولو ما قُلتش كده أبقى أنا مش محترم. ما فيش أهلاوي مش محترم وما فيش زملكاوي مش محترم، كلّهم محترمين، ولكن كل واحد بيقول رأيه من وجهة نظره أو من انتمائه، والأغلب بيقول من انتمائه أكتر من وجهة نظره. لمّا أنا قُلت من وجهة نظري فالزملكاوية شافوني صح، مش معنى كده إن أنا باقول إن الكورة مش offside، أنا شايفها offside، ولكن برضه هاعيد إن الزمالك يستحق يكسب الماتش ده. وكنت منزّل الفيديو ده علشان أقول إن الأهلي أصلًا وِحِش، فإحنا ما نعلّقش شماعتنا على الحكام، نشوف مشكلتنا ونحلّها، مش إيه ده بُص يا عم بيراميدز والزمالك، الزمالك كسب بالحكام. طب يعني حتى لو الزمالك ما كسبش، ما أنا مش مقتنع إن أنا ممكن أكسب ال4 ماتشات. وفي حاجة تانية مهمة جدًا، أنا مقتنع اقتناع تام إن ما فيش حكم موجّه لفريق، وإن ما فيش حكم قبل الماتش بيبقى عايز يكسّب فريق أو يخسّر فريق. هي النقطة بتبقى إن الحكم ممكن ما يكونش مؤهّل للماتش ده، إن الحكم تكون خبراته قليلة، فبالتالي بييجي عليه ضغوطات جامدة، فبالتالي ممكن يعمل أخطاء في الماتش. مش معنى كده إن هو موجّه أو إن هو مرتشي، أنا مقتنع مليون في المِيّة إن ما فيش حكم مصري موجّه أو مرتشي، مستحيل. أنا مقتنع والله العظيم بالكلام ده جدًا، ولكن بيبقى في ضغط نفسي عليه، فبالتالي ممكن يغلط. نيجي بقى للنقطة هنا، إن هو مثلًا غلط للزمالك في ال4، 5 ماتشات اللي حكمهم، فبالتالي كده إيه ده خلاص زملكاوي، ده حكم زملكاوي وحكم مش عارف إيه. لأ، هي مش كده، أو أنا مقتنع إن هي مش كده. هو بيبقى ضغط من الجماهير، من نفسه، إن هو مش مؤهل، إن هو ما استعدش جامد للماتش، فبالتالي بيشوف حاجات غلط وبيحسبها وهو مقتنع بيها. أنا متأكد إن أي حكم بيحكم أي حكم في الملعب بيكون مقتنع بيه مليون في المِيّة، بس المشكلة إن هو بيكون مقتنع وهو أصلًا متوتر من جوّاه، فالاقتناع ممكن يطلع غلط مش أكتر. إنما بقى فكرة إن الحكام موجهة، وإن اتحاد الكورة بيوجه الحكام، وإن الكابتن محمود عباس بيقول لاتحاد الكورة هو أنت زملكاوي على الفاضي، الكلام ده كله هزار وضحك. فهي النقطة اللي أنا عايز أقولها، مش عشان أنا قُلت إن الزمالك يستحق يكسب أبقى أنا محترم، ولو قُلت عكس كده أبقى أنا مش محترم.